ازاي تكسب 10,000 دولار في 30 يوم بس. اهلا بيكم في قناة AI مكاوي. انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناة هنا. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن اكتر الحاجات النصب اللي موجوده على السوشيال ميديا، وخصوصا النصب اللي موجود في التسويق بالعموله. ولو هنشيل كلمه النصب دي فعلى الاقل هنقول الحاجات اللي ما بتحصلش غير في ظروف معينه بس ده مش العادي اللي بيحصل يعني. وعايزين اول حاجه نبتدي بيها كده ان احنا في قاعده عايزين نثبتها معانا في اي حد عايز يدور على الربح من الانترنت او الربح من التسويق بالعموله، وهو ان مفيش ربح على الانترنت عموما غير من 3 طرق بس، واي حاجه تانية غير ال3 طرق دي فبجد هي نصب جدا. واول طريق من ال3 طرق دي ان انت تقدم محتوى، سواء عن طريق بتقدم محتوى بنفسك او بتقدم محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي او بتقدم محتوى عموما. فدي طريقه بتجيب من عن طريقها فلوس، ان انت بتجيب مشاهدات، فالمواقع او السوشيال ميديا او ايا كان بقى يوتيوب فيسبوك بيدوك فلوس على المشاهدات وكده. فدي طريقه من الطرق. الطريقه التانية بقى هو انك تقدم منتج، يعني انت بتقدم منتج للناس بشكل كويس والمنتج ده بيعجبهم وبيعجبهم سعره وكده فبيروحوا يشتروه فانت بتكسب من وراهم. ودي الطريقه التانية للربح من الانترنت. والطريقه التالتة بقى هو انك تقدم خدمه، والخدمه دي بقى بتبقى عن طريق ان انت واحد عندك مهاره في مجال معين فبتعرض المهاره بتاعتك دي للناس، فالناس بتاخدها منك بفلوس. يعني بكل بساطه انت بتعمل لهم شغل وهم بيدوك فلوس مقابل انك بتعمل لهم الشغل ده. والمهارات دي بقى كتيره جدا، سواء بقى كنت مونتير، سواء كنت جرافيك ديزاينر، سواء كنت واحد بتشتغل في الفويس اوفر والحاجات دي كلها، سواء كنت كوبي رايتر، سواء كنت اي حاجه، المهم يكون عندك مهاره في مجال معين. وفي واحد بيبقى عايز المهاره دي فانت بتعمل له الشغلانه وتاخد فلوس عليها. وهم دول بقى بجد ال3 حاجات الوحيدين على الانترنت اللي بيجيبوا فلوس، يا تقدم خدمه، يا تقدم منتج، يا تقدم محتوى. والنهارده بقى هنتكلم على ايه اشهر الحاجات اللي بتندرج تحت الربح من الانترنت، وبجد فيها نصب كبير جدا وناس كتير قوي بتقع فيها. انا جمعت اشهر الحاجات اللي موجوده في حاجات النصب دي وقلت اقول لك عليهم عشان ما تقعش في الفخ ده. ومن اول الحاجات اللي فيها نصب ازاي تربح 10,000 دولار في 30 يوم او في 20 يوم او حتى في 6 شهور او كده. وبتلاقي العنوان ده موجود في فيديوهات كتيره جدا، وبتخش تجرب الفيديو وتجرب الطريقه وتلاقي كل الكلام ده بلح وما جابش معاك اي حاجه. وسواء الناس بقى اللي بتتفرج عليها دي بتسوق لاي حاجه، سواء بتسوق لامازون، لكليك بانك، بيشتغلوا في الدروب شيبنج، بيشتغلوا في اي تجاره عموما، او حتى ساعات بتلاقي فيديوهات لناس بتقدم محتوى بدون ظهور وبيقولوا القنوات بتاعتنا جابت 10,000 دولار و20,000 دولار و30,000 دولار والكلام الارقام الخزعبليه دي كلها. عايز اقول لك ان الكلام ده كله صح وبيتعمل بس في شروط معينه. يعني انت مش هتجيب 10,000 دولار مبيعات وانت مثلا بترافيك مجاني. انت عشان تجيب 10,000 دولار مبيعات ده فانت على الاقل بتعمل اعلانات مموله ب 3,000 دولار مثلا، او على الاقل 25%، يعني 2,500 دولار. انما عمرك طبعا ما هتجيب الارقام دي بالترافيك المجاني او باعلانات مموله بمبلغ بسيط او الكلام ده. واللي بيقول غير كده فهو بيضحك عليك، وعشان في الاخر ما تقعدش تكمل الفيديو وتقول ده نصب عليا وانا طبقت الخطوات دي وما لقيتش حاجه. ولو في قنوات يوتيوب بتقدم محتوى بدون ظهور وبعدين بتقعد تجرب الطريقه بتاعتهم دي وتعمل فيديوهات شبه اللي بيعملوها، بعد كده تيجي تنزل الفيديو في التاني في التالت وتلاقي مفيش الكلام ده ومفيش الارقام دي ومفيش المشاهدات دي ومفيش كل الكلام ده. فعايز اقول لك ان القنوات اللي هتلاقيها ناجحه دي فهي قنوات هتلاقيها بقالها 5 سنين و6 سنين و7 سنين، وقنوات بجد حتى لو بتستخدم ذكاء اصطناعي فهي بتصرف جامد جدا في المونتاج والسكريبت والحاجات دي كلها. فده طبعا عشان يطلع الفيديوهات بجوده عاليه جدا، سواء بيحتاج فلوس سواء بالظهور او بدون ظهور، بس بيحتاج تكلفه عاليه جدا عشان يطلع جوده فيديو بريميوم. فانت اكيد مش في يوم وليله هتقارن نفسك بيهم، انت ممكن بعد فتره، بس بعد سنين، ممكن بعد سنه، بعد 2، بعد 3، بس برضه تستخدم نفس النهج بتاعهم، ان انت مثلا بتقدم محتوى جودة بتاعته عالية جدا وبتعمل مونتاج قوي جدا وكل القصص دي. انما لو هتبتدي بكام فيديو كده بعدين تستنى الارباح اللي هم بيقولوها، وطبعا في ناس منهم بيقولوا في خلال شهر وخلال شهرين وخلال 3 ومش عارف ايه، ولا حتى في خلال سنة، مفيش الارقام دي. الحاجات دي لازم تبقى بعد سنين، 2 و3 وكده. وده كده معانا اول وهم في الربح من الانترنت والتسويق بالعمولة والمحتوى بدون ظهور وكل الحاجات دي، بس حبيت اوضحهم لك كده واحدة واحدة. وتاني حاجة معانا بقى في النصب او الوهم في الربح من الانترنت هو جروبات التليجرام. واكيد قابلتك حاجة من الحاجات دي قبل كده، ان فجأة تلاقي نفسك على جروب تليجرام وتلاقي حد باعت لك وبيبقى عبارة عن بوت. وانا متأكد مليون في المية ان اكيد الموضوع ده قابلك قبل كده، انك تلاقي حد باعت لك على جروب التليجرام ويديك اي مهمة سهلة، مثلا يقول لك اعمل لايك للفيديو او شوف الفيديو ده او مش عارف ايه وهديك 60 جنيه في ساعتها والقصص دي كلها. وهو فعلا بيديك ال 60 جنيه، بعد كده بيجر رجلك واحدة واحدة ويقول لك طب اعمل مهمة تانية وهديك 100 جنيه. وبعد كذا محاولة بقى وبتعمل مهمات سهلة كده وبتاخد فلوس عليها، فتلاقي نفسك مثلا جمعت 300 جنيه او 400 جنيه بدون اي مجهود. وهنا بقى الفخ بيبتدي، ومعظم الناس اللي اتنصب عليها في مبالغ كبيرة من اول النقطة دي. وبعد كده بقى يقول لك طب اشتري المنتج ده ب 500 جنيه وهبيعه لك تاني يوم ب 1000 جنيه، فانت فعلا بتطمع وتشتريه ب 500 جنيه، بعدين تاني
يوم بتبيعه ب 1000 جنيه، وبعد ما تجرب الموضوع ده كذا مره تلاقي نفسك مثلا بعد يومين 3 4 كسبان 2000 جنيه صافي مثلا. وبعد كده يجرك للسكه الثالثه يقول لك طب اشتري المنتج ده ب 10000 جنيه وهبيعه لك بكره ب 15000 جنيه، وانت طبعا تطمن تقول ده انا اتعاملت معاهم كذا مره قبل كده والناس دي ما بتنصبش والقصص دي كلها، لحد ما مره من المرات هيجي يقول لك انت لا اشتريت المنتج ده بطريقه غلط، انا ما قلتلكش اشتريه بالطريقه دي، انا قلت لك اشتريه بالطريقه الثانيه او حطه في الكارت على طول او مش عارف ايه، فانت عيد العمليه تاني. طبعا ده بيبقى ان انت ساعتها شاري منتج مثلا انت وصلت معاهم انك بتشتريه ب 30000 ومتفق انك هتبيعه ب 45000 مثلا، فانت ساعتها بيبقى قدامك حل من الاثنين، طب هل هخسر ال 30000 دول ما خلاص هم مش قابلين العمليه عشان انا عملت خطوه غلط، ولا ادفع 30000 تانيين واعمل عمليه تانيه وابقى اعوض المكسب؟ وهنا طبعا بقى ان في ناس بتختار تكمل وفي ناس بتختار انها توقف لحد كده، وسواء اللي اختار يكمل او سواء اللي اختار يوقف لحد كده فكده كده الموقع هو اللي كسبان في الاخر. ولو حبيت تكمل برضه ممكن يكسبك كذا مره بعد كده يقول لك لا ده انت عملت خطوات غلط، لا ده انت عيدها تاني، وتفضل بقى في نفس الدوامه دي لحد ما تلاقي في الاخر منصوب عليك في مبلغ كبير جدا، ولا انت عارف ترجع فلوسك ولا انت عارف تكمل ولا اي حاجه. ودي قصه او النهايه اللي بتحصل لكل الناس اللي بيخشوا في الموضوع ده، وبجد التجربه دي انا بحكيها عشان هي بجد والله العظيم حصلت مع واحد صاحبي وخسر مبلغ كبير جدا بسبب الموضوع ده. فانت حاول دايما ما تطمعش في اي حد عايز يكسبك فلوس من غير اي مجهود. عارف ان انا طولت في النقطه دي شويه بس قلت اشرحها شرح كامل عشان بجد في ناس كتيره جدا بتقع فيها. والحاجه الثالثه بقى اللي معانا في الوهم والنصب من الربح من الانترنت هي الربح عن طريق المواقع اللي بتدي فلوس على الضغط على الاعلانات ومشاهده الاعلانات، وهو انك بتضغط على اعلان بعد كده بتشوف الفيديو كامل بتاع الاعلان وهو بيديك فلوس بعديها. واكيد بتقابل الكلام ده كتير انك بتلاقي ناس كتيره قوي بتسوق للموضوع ده، سواء الاعلان ده بقى بيطلع لك مثلا وانت في موقع او في اي حاجه عموما يعني، وهو انت لو دخلت على المواقع دي فانت بتخش فعلا بعد كده تضغط على الاعلان وبعد كده تشوف الفيديو لحد الاخر، والمفروض انك بعد ما تشوف الفيديو بينزل في حسابك رقم. وعايز اقول لك ان نص المواقع دي بتبقى مواقع نصب ونصها التاني بتبقى مش نصب، بتبقى مواقع حقيقيه. النصب دول خلاص مش هنتكلم عليهم، هو نصب اصلا، بس المواقع الحقيقيه دي بقى في تفاصيل كده محتاجه افهمها لك عشان دي مش كل الناس فاهماها. هي المواقع دي بتدي فلوس للناس فعلا بس فلوس لا تذكر، يعني انت ممكن تقعد تضيع 5-6 ساعات في مشاهده فيديوهات مثلا وتلاقي في الاخر معاك 40 سنت مثلا لو ما جمعتش حتى نص دولار. طبعا انت لو كنت ضيعت ال5-6 ساعات دول في اي حاجه تانية اكيد كان افيد لك يعني. فدي النقطه الرئيسيه لازم تفهم فيها، ان بجد المواقع دي بتدي فلوس قليله بشكل مش طبيعي، ان الموضوع فعلا مش بيبقى بالدولارات بيبقى بالسنتات. ولو انت مصمم وعايز تخش مستعد تضيع وقت والحاجات دي كلها فبرضه لازم في حاجه تتاكد منها، ان ممكن الموقع اصلا ذات نفسه بيقولك ان انت الحد الادنى للسحب من على الموقع $100، فطبعا انت بالطريقه دي عشان توصل ل $100 ده فانت ممكن عايز لك 2 3 4 اصلا. فانت لو عايز تخش في السكه دي اول حاجه تتاكد ان الموقع مش نصب، دي رقم واحد. تاني حاجه تتاكد ان الحد الادنى للسحب قد ايه، عشان لو $50 او $100 بالطريقه دي فالموضوع هيبقى صعب جدا، فدي نقطه لازم تخلي بالك منها جدا في الموضوع ده. رابع حاجه معانا بقى في الوهم او النصب من الربح من الانترنت هي استطلاعات الراي المدفوعه. هو انك ساعات بتلاقي مواقع كده هي بتديك ابلكيشن وتقول لك املى الابلكيشن دي كلها وممكن تلاقيها بال10 صفحات وال15 صفحه وهتديك فلوس بعد ما تملاها. طب هي ليه بقى اصلا بتديك فلوس؟ عشان الموقع ده بتبقى الشركات متعاقده معاه، الشركات عايزه تعمل ماركت ريسيرش وتشوف انطباع الناس عنها ايه. مثلا ممكن اي شركه بتقوم رايحه متعاقده مع الموقع ده وتقول له مثلا جمع لي مثلا كام 5000 مثلا تقييم، مثلا 5000 استطلاع رأي وهنديك فلوس كذا. طبعا بقى مهم جدا نجيبهم من اشخاص حقيقيين واكونتات حقيقيه، فبيعرض الخدمه دي ان الناس تعملها ويديها فلوس. طبعا الشركه اصلا بتدي للموقع فلوس كتير لكن الموقع بيدي للناس ملاليم في الاخر. طبعا زي ما هتقولي دلوقتي طب ما الدنيا حلوه اهي والموضوع رسمي ومفيش نصب ومفيش الكلام ده كله، بس في حاجه عايزك تاخد بالك منها، ان الاستبيانات او استطلاعات الرأي دي ممكن تاخد مثلا من 5 دقايق لحد ساعه. والفكره برضو كمان ان هم على طول مش موجوده في الموقع، يعني انت على حسب الموقع ممكن مثلا يوم فيه وممكن 5 أو 10 ايام تانيين مفيش فيه استطلاع رأي اصلا. فانت مثلا ممكن تلاقي نفسك بعد شهر ولا 2 جمعت لك $5 كده ولا $4 بالعافيه اصلا، بعد طبعا ما تكون ضيعت ساعات وايام في الموضوع ده كله. فتيجي بعد كده بقى تسحبهم مثلا على باي بال او كده فتلاقي الموقع بيقول لك لا والله معلش ده الحد الادنى للسحب $100. وبرده زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات بتاع مشاهده الاعلانات، عشان تجمع $100 دول فانت ممكن تاخد لك 10 شهور سنه وممكن اكتر والله. فنصيحتي انا بلاش عشان عوايدها قليله جدا وبتضيع وقت كتير جدا في الفاضي اصلا. بس برده لو مصمم وعايز تخش فاول حاجه تاكد منها ان الموقع فعلا الناس جابت من عليه، تدور بقى على اليوتيوب تدور على الانترنت تشوف الموقع ده موقع فعلا بينصب ولا لا. وتاني حاجه تاكد منها بقى ودي الاهم هي الحد الادنى للسحب بتاعه كام. لو لقيت الموقع الحد الادنى بتاعه للسحب كبير فما تخش عليه، يعني $100 $200 كده هيبقى صعب جدا انك تحققهم اصلا. خامس حاجه بقى ودي الاخيره ودي مش وهم او نصب في الربح من الانترنت، لا دي نصيحه مني انا، ابعد عن الربح من الانترنت في اي حاجه
مفيش فيها مجهود بيتبذل، وصدقني مفيش حد هيجي يديك فلوس من غير ما تعمل اي مجهود او تعمل مجهود بسيط او كده. الموضوع ده صعب جدا ومش هيحصل اصلا. وخليك فاكر القاعده اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، ان مفيش ربح من الانترنت غير بثلاث طرق بس: يا تقدم خدمه، يا تقدم منتج، يا تقدم محتوى. اي حاجه تانية غير الحاجات دي فهي وهم ونصب. ولو في اي حاجه تانية عايزين تجربوها او عايزين تتاكدوا هي فعلا بتجيب فلوس ولا لا، ولا نصب او لا او كده، فيا ريت تسيبوا لنا كومنت تحت وتقولوا لنا ايه الحاجه دي وهنعمل عنها فيديو. او ممكن نعمل فيديو بعد كده تاني نجمع فيه برضو 5-6 حاجات كده، عشان برضو النهارده انا ما اتكلمتش على كل حاجه، انا اتكلمت على الحاجات المشهوره بس، لكن في حاجات كتيره جدا برضو يجي 500 حاجه تانية نصب برضو من الانترنت. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش بجد ان انتوا تنضموا لجروب التليجرام، عشان بجد هتستفيدوا عليه جدا، وعليه اسئله كتيره جدا بنسالها كل يوم، وكلنا يعني بيعتبر يعني بنتعلم من بعض كلنا. بجد خشوا عليه، هتلاقي عليه استفسارات وحاجات كتيره جدا بجد هتفيدك. ولو عندك استفسار برضو خش قوله، وهنسيب لكم جروب التليجرام تحت في الوصف، ويا ريت تسيبوا لنا كومنت وتقولوا لنا الفيديو الجاي عايزينه عن ايه طبعا. واخر حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد، فكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.